كشري في وشي واقلبي بوزي، كل ما تنكي تكسبي جوزي. كشري في وشي واقلبي بوزي، كل ما تنكي تكسبي جوزي. قلت بقى ابدا لكم بقى بالاغنيه ديت في اول الفيديو. تعالوا بقى نسمي بسم الله ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مطبخ ويوميات ام ادم. اول حاجه كده زي ما احنا متعودين نصلي على النبي في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، فضلا وليس امر. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. تعالوا بقى شوف عملت لكم احلى فسيخ في 5 ايام بس. عملت احلى فسيخ بطريقه سهله جدا وبسيطه، وسيبكم من كل حاجه ان انت تعملي الفسيخ بطريقه جميله جدا ومش هتاخد معاك اي وقت وفي منتهى النظافه، وحاجه واثقه فيها جدا احسن ما تشتريها من بره بكتير. وهو مش تعب ولا حاجه، ده زي ما قلت لكم كده ب5 جنيه ملح و5 جنيه كركم هنعمل احلى فسيخ بيه. يعني مش هيكلفك اي حاجه، وطبعا طلع مستوي جدا وشكله يدل عن طعمه احسن بكتير. زي ما انتوا شايفين كده انا طبعا عملت الفسيخ، قلت بس اعمل 2 بس في اعمل 2. تعالوا بقى هنشوف كل ده في الفيديو اتعمل ازاي، هنبدأ الفيديو من الالف للياء. زي ما قلت لكم كده. اول حاجة كده بفتح على الفسيخ. انا كنت عاملة فيديو من في رمضان وانا بعمل الفسيخ. طبعا هو انا عملته هنا تاني. الفسيخ ده كنت عاملاه يوم الاربع، فتحت لا كنت عاملاه يوم الخميس، فتحت عليه يوم الاربع اللي هو يوم العيد، يعني 5 ايام بالظبط. عملت احلى فسيخ يا جماعه بطريقه جميله جدا، يا رب تعجبكم بس الطريقه دي. تعالوا بقى كده هنفتح نسمي بسم الله. هنفتح على الفسيخ كده. طبعا انا حطيته في اكياس كتير، ولازما يا جماعه الفسيخ يتحط في اكياس كتير قوي، مش كيسه ولا واحده ولا 2 ولا 3، لا حط الاكياس اللي انت عندك كلها. لو 10 اكياس هتحطيهم هيستوي بسرعه، ولازما نقفل عليه جامد جدا، لان لو ما قفلناش عليه الاكياس لا قدر الله لو دخله اي هوا ممكن يدود. طبعا الفسيخ شفتوا شكله وجماله، واحنا بنفتح عليه اهوت بسم الله الرحمن الرحيم، ولا هو ناشف ولا اي حاجه، طريه جدا، واللحم بتاعه مستوي ولا حدقه ولا اي حاجه. تعالوا بقى هنطلعه من الاكياس كلها، هنطلع الكميه كلها عشان زي ما انتوا شايفين كده الفسيخ بيسرد الميه والملح والحاجات ديت. تعالوا بقى طلعته هنا على الصينيه الجميله ديت. زي ما انتوا شايفين كده هطلع الكميه كلها، وطبعا هحطه في اكياس تانية، في كيسه تانية، كيسه واحده بس تانية بدون الملح بتاعه ولا الميه بتاعته. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله عليه. تسلم ايديكي والله يا ام ادم، بجد بجد معمول بطريقه حلوه قوي، وطعمه كان جميل جدا، والملح بتاعه مظبوط ولا حادق ولا اي حاجه. واهم حاجه يا جماعه كمان ان انت تعملي الحاجه في البيت مضمونه. الحاجه تعملها في البيت مضمونه، انت تعرفي يتنشر ازاي، او اتغسل او ما اتغسلش، او الملح بتاعه بيبقى اكيد ما بيبقاش مظبوط زي بتاع البيت. وهو مش متعب، العمل بتاعته سهلة جدا، تعمليه في البيت احسن ما تشتريه بكتير. زي ما انت شايفين كده انا اهو بوريكم اهوت بطلع بايديا اهوت. لما طبعا مش لابسه جوانت ولا اي حاجه، احنا كده بحب اعمل الحاجه بايديا كده بدون اي حاجه. تعالوا بقى انا فرشت كيسه كده على الصينيه، وقلت انضف معاكم 2 ولا حاجه نفتح عليهم نشوفهم شكلهم ايه. هنشوف بقى اللحم بتاعه ناشف طري، احنا هنشوف كل حاجه مع بعض دلوقتي. هنا كمان بشمر الكم، كمان زفرت كمان العباية بتاعتي. ما هو يوم الفسيخ ده بيبقى كله زفارة، هنعمل ايه بقى؟ هننضف بقى زي ما انت حابة تنضفي الفسيخة ببيتك، على حسب ما كل واحد اتعود بقى. الناس اللي بتاكل بالشوكة والسكينة، والناس اللي بتاكل بدون شوكة وسكينة، الناس اللي زينا كده هتنضفي بقى بالطريقة اللي انت حابة تعمليها. طبعا هنقشر القشر ده، هنقشر الفسيخية بالطريقة ديت. انا طبعا مش هفتح كله، انا زي ما قلت لكم كده هنضف 2 ولا حاجة وهنفتحهم وهنشوف هنعمل حاجات تانية طبعا. وهقفل عليه تاني، يعني انا طلعت الكمية هحطه في الكيسة تاني اللي هيتبقى، هحطه في كيسة ما تكونش مش عليها ملح ولا اي حاجة، كيسة لان هو مش خد السوا بتاعه المظبوط، ولا حادق ولا هو عادب ولا حاجة. بجد طلع تحفة. وزي ما قلت لكم ده ب5 جنيه ملح وب5 جنيه كركم هتعملي احلى فسيخ احسن ما تشتريه بكتير، ولا جاهز ولا غالي، وهتوفري كمان في السعر. طبعا هنفتح بقى بالمقص كده وهنظبط طبعا الفسيخة كلها دلوقتي.
طبعا ما شاء الله اهوت، ما شاء الله الملح الفسيخة حمرا ازاي. وطبعا زبدة يا جماعة، ولا هو ناشف ولا اي حاجة. هننضف بقى الحاجات هننضف قلب الفسيخة بالطريقة ديت. شفت اللحم بتاعه جميل جدا ومستوي، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك بجد والله يا ام ادم، تسلم ايديك. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك طبعا والاشتراك يا جماعة في القناة و... مشاهدة الفيديو يا جماعة. هنمسح بقى، هنجيب مناديل مطبخ وهنمسحه بالطريقة ديت. طبعا كل واحد هينضف بقى زي ما هو عاوز، واحنا مش شرط هننضف السمكة كمان زي بعض، ده احنا كلنا، كل الستات شاطرة وبتعمل كل حاجة. يعني احنا بنعمل فيديو، ممكن حد يستفيد، ممكن حد لسه مش عارف الفسيخ بيتعمل ازاي ممكن يستفيد. اهو احنا بنعمل فيديو زي ما قلت لكم. طبعا شوفوا اللحم بتاعه احمر وجميل ازاي ومستوي. هنا كمان فتحت واحدة تانية ما شاء الله، اللحم بتاعه زبدة اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا ما طلعتش بالمعلقة ولا حاجة لاني كنت ماسكة التليفون بالايد التانية اكيد. هنا خلاص ابو الف هنا والشفا للي كل منه. تعالوا بقى كده، يا رب يكون الفيديو بس عجبكم. هنا الطريقة بقى، هنبدأ بقى هنعمل فسيخ من الألف للياء. طبعا شفتوا شكله من الأول وكده. اديها أول ما جبت الفسيخ، أول ما جبت السمك البوري. أنا جمعت الفيديو التاني على ده ليه؟ قلت يعني لو حد سمعه يبقى الفيديو مكمل نفسه. هنا طبعا جبت زي كمية من السمك البوري، ما يكونش متلج خالص، ما يكونش أهم حاجة ما يكونش السمك متلج. سمك بوري بتاع الفسيخ، لأن السمك البوري ده بيبقى أنواع. طبعا سبته لمدة ساعة في الشمس. وطبعا كنت مغطياه بخدمة نظيفة شفافة لغاية ما اتنفخ بالطريقة دي. اهم حاجة يتنفخ بالطريقة دي. شفت كان اول ما جبته كان حطيته على الصينية، سبته ينشف شوية، رحت لمدة ساعة بس كان يتنفخ، وانا عاوزاه بالطريقة دي. هنا فتحت المية تكون دافية، ما تكونش سخنة يا جماعة، وما تكونش ساقعة في نفس الوقت. هنغسله كلته بالطريقه ديت. هنغسل دماغ السمكه، نخشش من هنا ومن هنا لان بيبقى فيها رمل ومتبقاش نظيفه. هنضف السمك، هنغسله بطريقه كويسه جدا. كلنا بنغسل الحاجات ديت زي ما قلت لكم، بس هنغسله بطريقه ولازم نغسل دماغ السمكه عشان بيبقى فيه رمل يا جماعه. طبعا عملت الكميه كلها بالطريقه ديت، غسلته. وبعد كده بعد ما غسلته يا جماعه سبته، لازم ننشفه زي ما انتوا شايفين كده. غسلت السمك كله بالطريقه ديت ورصيته على الصينية بالطريقة دي. طبعا تعالوا بقى هنا عند فوطة صغيرة كده، فوطة نظيفة، وهننشف السمكة كلها بالطريقة دي. لازم ننشف السمكة، ما نخليش فيها مية، المية ممكن تدود الفسيخ يا جماعة. اهم حاجة ما نخليش السمكة من نخشوش السمكة كده ومن السمكة ننشفها خالص، ما نخليش فيها اي رواسب مية خالص. اهم حاجة اهو زي ما انتوا شايفين كده، شفتوا اتنفخ ازاي. لما يتنشف كده وتلاقيه يتنفخ، هو ده اللي بيدي نجاح السمك البوري يا جماعة. والملح بتاعه بيديله برضو تظبط الملح ما شاء الله. يطلع معاكي بألف هنا وشفا. احلى من الجاهز بكتير بجد. انا عاملاه احسن من الجاهز بكتير قوي. معنا هنا كيس ملح ب5 جنيه وكيس كركم ب5 جنيه. هنا زي ما انتوا شايفين عملنا كمية الفسيخ ب5 جنيه ملح وب5 جنيه كركم. طبعا فضيت الكيس الملح اهوت، وهنفضي الكركم عليه وهنقلبه. ممكن لو عايزه تعمليه من غير كركم، لو مش حابه الكركم الاصفر ده مفيش اي مشكله، تعمليه بالملح بس. والملح عادي كمان، كيس ملح عادي من اللي هو بنطبخ بيه الرز والحاجات ديت، مش ملح خشن ولا حاجه. اي ملح عندك هتحطي، مش شرط ملح الفسيخ اللي هو الخشن الكبير ده، انا عاملاه ملح عادي خالص. وهنملى بقى وهنعمل الفسيخه بالطريقه ديت كلها. لازم نتبلها كلها بالملح كده، نلفها بالملح ونخشيش السمكة. اهم حاجة نحشيها ملح. وهنا طبعا جبت الاكياس كده، حطيت في الكيسة. اول حاجة حطيت في ارضية الكيسة شوية ملح في الارضية كده، وهنرص بقى الفسيخ بالطريقة دي. اهم حاجة كل ما بين الفسيخة وبعضها هنرش عليها ملح بالطريقة اللي انتوا شفتوها ديت. ولازم اهم حاجة شفتوا بق السمكة هنمليه ملح يا جماعة، لازم نمليه ملح بالطريقة ديت. والنخاشيش كمان، اللي هي النخاشيش بتاع السمكه تتملي ملح من هنا ومن هنا، عشان لو ما عملناش كده السمك لا قدر الله زي ما قلت لكم كده هيحصل له هيدود لا قدر الله.
فطبعا لازم نعمله بالطريقة الصح دي. وهنلف كله بالملح بالطريقة ديت. هنعمل الكمية كلها بنفس الطريقة، هنحشي من هنا ومن هنا ملح. وبق السمكة اول حاجة هنحشيها، والنخاشيش بتاعة السمكة زي ما انتوا شايفين بالطريقة ديت. هنعمل الخطوات خطوة خطوة، هو ده اللي هيعمل هتثبتي ان انت عملت الفسيخ ناجح. عملت كل الكمية بالطريقة ديت. وهنا بقى هبدأ بقى ارصه في الكيسة كده. خلاص اهوت، انا جايبه كيس كبير بالطريقه ديت، وحطيت في كل ما بين ما بحط سمكه بحط عليها برش ملح بالطريقه اللي انتوا شفتوها دي. لازم الملح يا جماعه عشان برضو الملح يكون مظبوط. وطبعا خلاص كده هبدا بقى اقفله بقى زي ما قلت لكم. لازم اكياس كتير هنحطه. شفتوا اكياس قد ايه؟ انا محضره الاكياس كلها بالطريقه دي. عملت الاكياس كلها، يعني عملت يطلع 10 اكياس ولفتهم لفه جامده جدا. المهم ما تخلوش اي هوا. ولو وصلتوا خلاص لحد هنا، واقول بقى بألف هنا وشفا على قلبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.